حاجه لازم تاخد بالك منها لو انت بتدير فريق من الشباب هي ايه؟ ان انت النهارده نوعا ما ممكن انت تكون اكبر منهم في السن، فلو انت جاي من جيل تاني مختلف، يعني هم مثلا لو جايين من جيل اصغر منك، او معظم اللي حواليك او اللي بيشتغلوا تحتيك من جيل اصغر منك، لازم تعرف كويس جدا ميولهم ايه، ميولهم مثلا في التواصل ايه، وامكانياتهم ايه، والسكيلز بتاعتهم ايه، والحاجات دي كلها، وتستخدمها بطريقه صح. يعني مثلا على سبيل المثال، الاجيال الجديده دايما بيبقى عندهم تفوق في التكنولوجيا عن الناس القدام، وبيحبوا مثلا يستخدموا الابلكيشنز الجديده والحاجات وعندهم معرفه عاليه بالتكنولوجي والاي تي والكلام ده كله. طيب انت كشخص مثلا لو انت من جيل اقدم، استغل الموضوع ده لمصلحتك. ما تحاولش بقى ان انت بس تعمل نفسك راس براس مع الناس، لا. حد عنده امكانيات معينه جميل جدا، استخدم الامكانيات دي عشان خاطر خدمه الفريق وخدمه الشركه وخدمته الشخص نفسه كمان، عشان خاطر الشخص ده لما يلاقي نفسه ان هو بيستخدم امكانياته بالطريقه الصح، ثقته بنفسه هترتفع، هينبسط في الشغل وهيأدي احسن. وبناء عليه اقضي شويه وقت ان انت تعرف ميولهم ايه، بيحبوا يكومينيكيتوا او يتواصلوا مع بعض ازاي.